أنا الدكتور إبراهيم الأبراشي، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر، كلية طب جامعة القاهرة. النهارده بنحتفل بوجود ألم المونجارو اللي هو مسؤول عن انضباط مستوى السكر وعلى ميزان الوزن متعدد الجرعات. يمكن طفره في وجود هذه المجموعه في مصر، لان طبعا اسهل كانت موجوده الحقن السرنجات، بس طبعا اسهل للمريض ان يبقى قلم واحد في كل الجرعات، خصوصا ان التزام المريض بالجرعات واسهل انها توصلها له. دي حاجه مهمه. هذه المجموعه في العالم ابتدت تنطلق في انضباط مستوى السكر وفقدان الوزن. ويمكن المونجارو مختلف شويه لان هو مادتين مش ماده واحده، وطبعا وبالتالي كان تاثيره على انضباط السكر او على فقدان الوزن اكثر. طبعا تواجد المنتج في مصر رسميا وبسعر رسمي ده هيوفر للمريض انه يكون عنده امان في تواجد العلاج اللي هو محتاج انه يستمر عليه، وبالتالي تواجد هذا المنتج يدي امان للمريض وامان للطبيب ان العيان بتاعه او المريض بتاعه هيبقى طول الوقت متوفر له هذا العلاج. لان احنا بنتكلم على اما على السكر او على السمنه، حاجه مزمنه، وبالتالي توافر المنتج طول الوقت سعر رسمي وامان في الحصول عليه دي حاجه مهمه. بس